في الاوقات اللي بيبقى فيها فريق من منتصف الجدول في الدوري المصري متصدر الدوري، وبعد كده الفريق ده يتهز او يتخبط له خبطه ويبقى فيه ماتش بدري هيتلعب، ويبقى بالذات للاهلي، انا بخاف بجد، انا بخاف لان الاهلي بتلاقيه كسب الماتش ده وركب، وهوب الاهلي بقينا اول دوري. طب احنا لسه ما لعبناش، بس احنا جالنا رعشه جمهور الزمالك والبيراميدز والباقي، ما فيش جمهور بيراميدز بس خلينا في جمهور الزمالك، جاله رعشه كده، احنا خايفين الاهلي بقى اول الدوري هنعمل. طب ايه يا جدعان، ما حلنا بايدينا. على فكره احنا زياده بونت في خلال الجوله، احنا زياده بونت قبل ما نلعب الجوله تمام، احنا زياده بونت. طب ايه، طيب ايه الخوف، ايه الرعب؟ ما يكسب، ما احنا المفروض نكسب، واحنا المفروض ان احنا مثلا بكره نيجي قصاد زد بكره نتعادل ولا يجرى لنا حاجه، احنا المفروض نكسب عادي. الزمالك الوضع الطبيعي ان احنا نكسب، مرعوشين ليه يعني؟ في ايه، في ايه؟ ما تثبت ياض انت هو يا اجمد، يا اجمد ياض انت هو يا عادي عادي. الاهلي كسب سموحه باستروبيا 1-0 عادي، هو بيكسب بقاله كام ماتش استروبيا زي المدرب اللي معاه استروبيا. من الاخر انا رايي في الاهلي لحد دلوقتي ريبيرو يا ستروب، الاثنين استروبيا، واللي كان المفروض يكمل معاك عماد النحاس. من الاخر منظر الاهلي بالصفقات باللي موجود باللعيبه بحجم القوه بحجم كل حاجه اللي موجوده في الاهلي وحش. تاني اهو بقولها لك اهو، الاهلي وحش. الاهلي لو اصطدم بفريق اقوى شويه زي سيراميكا وزي بيراميدز وكان راجل في الملعب والفريق عمل معاه اداء كويس، هتلاقي الاهلي بيقع عادي، هتلاقي الاهلي بيخسر عادي. لكن الاهلي النهارده بيكسب سموحه 1-0 عشان سموحه مش موجود. سموحه يا باشا يلعب كوره مش عارف العب كوره، باشا باصي باصتين مش عارف اباصي باصتين، طب شوت على الجون مش عارف شوت على الجون، طب حاول طيب مش عارف احاول اهو عادي يعني. بيكسب حقه يكسب، انت زعلان؟ انت زعلان ليه؟ ما يكسب، ما تسيبه يكسب، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، يكسب واحنا نكسب ونتقابل. انا واثق في الزمالك مع معتمد جمال، انا واثق ان الزمالك يقدر يكسب بكره زد عادي. زد جاي مع المحله لاعب ماتش 0-0 ولاعب ماتش زي الخرا مع المحله. بصراحه لو حبيت حتى تجيب منه لقطات ما مش هتعرف تجيب لقطه واحده من ماتش زد. زد ميت، زد عادي ممكن اكسبه. هتقول لي زد ده بينافس على المركز السادس والسابع والثامن والتاسع، وزد بيطلع وعنده 25 و23، ما يبقى عنده، ما يبقى عنده يابا، ما يبقى عنده. انا عندي، انا ما عنديش يعني فكرك الزمالك بالاداء اللي في الماتشات اللي فاتت الزمالك خايف. عندنا مشاكل، عندنا مشاكل، بس اللعيبه اللي انا طلعتها شباب صغننين، لعيبه رجاله. انا عندي لعيبه رجاله موجوده جوه الزمالك تقدر انها تأدي بشكل كويس، واقدر ان انا اكسب بكره. مش خايف، انا مش مرعوب، انا مش ولا اي حاجه خالص. عادي يكسب سموحه وبيراميدز هو كمان يكسب، والزمالك ان شاء الله يكسب عادي عادي. انت زعلان ليه؟ كميه احباط اتصدرت لي في السوشيال ميديا بعد ما الاهلي كسب، اللي هو انا شفت الكل الاهلي كسب، ما يكسب يلا، اجمد يلا، انشف يلا، انشف يلا عادي يلا، يكسب يلا، هنكسب يلا عادي. لسه الدوري طويل والحسم مش هيبقى في الفتره دي، الفتره بتاعت نهايه الموسم دي اللي احنا عمالين بنلم فيها بنقط، وبعد كده نخلص الدور الاول وندخل تاني على السبع ماتشات بقى ولا الست ماتشات اللي هيبقوا موجودين في الدور الثاني. هنا الحسم، هنا الماتشات المواجهات المباشره، واللي هيخبط واللي هيرزع ومين اللي هيكسب ومين مش هيكسب ومين هيخبط مين ومين هيرزع في مين، ومين هتلاقي اللي يخسروا الماتش ده بالتالي فرق معاه بستة بونت كده. فاكر المجموعه؟ فاكر الدوري بتاع المجموعه الاربعه اللي كان فيه سموحه وكان فيه اتحاد شرطه وكان فيه الاهلي وكان فيه الزمالك، وخسرنا على تفاصيل صغيره والاهلي خد الدوري من سموحه كده؟ فاكر دي؟ زي دي بالظبط، هي ده بالظبط دوري المجموعات عادي. لكن الدوري حلو، الدوري حلو، كله بيكسب، حلو. انا عايز كله يكسب، عايز الاهلي يكسب، عايز بيراميدز يكسب، عايز الزمالك يكسب، عايز في منافسه، عايز كل فريق يطلع اقصى طاقه عنده. بس المكسب النهارده الاهلي ما فيه، ده مش طاقه، ده مش طاقه، ما فيش، ما فيش. انت بتلعب قصاد سموحه، ما فيش بصراحه. ما عندكش برضه ستيل غير امام عاشور بالعمري، وانا مبسوط من الواد مروان اوتاكا، وعايز اتكلم كلمتين على مروان اوتاكا بجد. الواد ده جاحد والله العظيم، جايب جون ديفليكشن وجون تعبان واي كلام وجون مردوده من الجون، وبعد ما بالعمري شاط ما فيش مشكله. بس الواد ده 10 على 10، الواد ده حته مهاجم بكميه تحركات بسرعه باداء بقوه بتمركزات 10 على 10. ده اكتر لعيب يخوف الاهلي بعد امام عاشور طبعا، يعني بالعمري اوتاكا امام عاشور، الثلاثه دول اكتر ثلاث لعيبه مرعبين في الاهلي. فيما عدا ذلك في التشكيلات اللي بتلعب اليومين دول بعيدا عن تريزيجيه وزيزو، مش خايف عادي. اي لعيب ممكن فيهم يعمل غلطات، اي لعيب فيهم ممكن يعمل حاجه غلط. يا مويش ده صفقه ضايعه، بس كسب يكسب، مبروك. الاهلي كسب النهارده سموحه ولعب ماتش وحش زفت، لعب ماتش مش كويس خالص، لعب ماتش ما فيش فيه فكره، مفيش فيه اداء، ما فيش فيه لعب، بس بيكسب. هو ده الفريق اللي بياخد الدوري، انك تكسب. انا ما يهمنيش لعبت حلو لعبت وحش، انا ليا في الاخر بعد خمس ست ماتشات لما تلعب ماتش حلو هيتقال لك والله اصل انت لامم لحد دلوقتي 70 بونت، وانت لامم 70 بونت فانت بالتالي اول الدوري عشان اللي وراك لامم 60 بونت. حد هيفتكر بقى اصل انت لعبت ماتش قصاد سموحه الماتش ده كان وحش؟ حد هيفتكر بعد 10 دوريات لما حد ياخد الدوري ده، لما الزمالك او الاهلي ياخد الدوري ده تقول لي اصل انا مش ما لعبت ماتش؟ لا عادي يعني، عندي مشاكل وشكومانزا بيعمل قلق وبتاع، بس مش مشكله، ده لعيب ارميه، اطلع بره يلا من الاخر، اطلع بره يلا، صدعناش، ما تحرقش دمنا، احنا عايزين نكسب، عايزين نكسب. هتقول لي الزمالك مش معمول منه ان هو ياخد الدوري السنه دي، هل معنى كده ان انا ارمي المنديل وارمي الفوطه لما الاهلي يكسب ماتش قصاد سموحه؟ يعني انت عايزني ارمي المنديل وارمي الفوطه؟ ليه يا صاحبي ارمي المنديل وارمي الفوطه؟ لحد اخر نفس تلعب، لحد اخر دقيقه تلعب قصاد زد بكره، تقطع نفسك من الاخر قصاد زد بكره، تعمل كل حاجه ممكنه ان الزمالك ممكن هو يفضل يكسب، ما تخافش.
اكسب، العب كورتك، ما تنزلش بكره ما اقولش اصل الاهلي كسب وركب الدوري وتلاقي سيراميكا كسب والاهلي كسب. ما يركب، هياخد المركز اول شويه، هي عادي يعني، عادي، ايه المشكله يعني؟ مبروك يا سيدي، مبروك خلاص، مبروك عليك المركز الاول في الوقت الحالي، ما شفناش من امتى، من كتير، ما فيش مشكله، مبسوطين لك والله ان انت بقيت في المركز الاول شويه، لكن المركز الاول ان شاء الله راجع بكره، مش حوار، هنكسب، هنلعب قصاد زد، هنعمل حاجه قصاد زد، ده اللي انا اقدر اقوله لجمهور الزمالك، انت ما تخافش، ما تخافش، عندك فريق حلو، عندك فريق كويس، عندك فريق مامول منه ان هو يعمل حاجه كويسه. الزمالك على الرغم من كل المشاكل اللي تعديت بكل الفترات اللي فاتت دي، انت خرجت من بطوله هي بطوله الكاس، والاهلي برضو خرج من بطوله الكاس، بس انت لحد دلوقتي انت موجود في المنافسه، بل بالعكس انت متقدم في المنافسه لحد قبل ماتش سموحه، انت متقدم في المنافسه، انت موجود على مستوى بطوله الكونفدراليه، البطوله المفضله بالنسبه لك في افريقيا، انت متقدم في كل حاجه ممكنه، وزي ما قلنا ركز مع نفسك بس، تارجت الزمالك في الوقت الحالي ان احنا عايزين نصعد دوري ابطال افريقيا، خدت الدوري خير وبركه، ما خدتش الدوري خير وبركه، برضو عايز اخرج من الازمه الماليه اللي انا موجود فيها، كميه المشاكل بالفلوس بالقرف بالخرا اللي موجود جوه الزمالك انا عايز اخلص منه، وبالتالي انا بدات بخطه صح، بس هي خطه اجباريه موجوده عليا ان انا ابدا اطلع من الشباب، بس دي انا مش عايزها اجباريه، انا عايز افضل اطلع من الشباب، واللعيب الاثنين ثلاثه اللي انت قدرت ان السنه دي تكسب منهم اداء كويس، لو جالك فرصه انك تبيع واحد او اتنين منهم بفلوس كويسه بيع، ما تخافش، مش عشان عندي لعيب كويس همسك فيه بايدي واسناني، بيع الفلوس هتحل لك ازمه، تقدر تجيب لعيب مكانه، تقدر ان انت تفك عن نفسك شويه، لا اكتر ولا اقل من الزمالك، الزمالك مش محدش محتاج منه اكتر من كده، جمهور الزمالك عادي خالص، ستوب، ولا يشغلك اي حاجه خالص، يكسب زي ما يكسب، يعمل زي ما يعمل اللي هو عايزه، بيراميدز يكسب زي ما يكسب، يعمل اللي يعمل، انت مع فريقك، حتى ولو بكره خسرت من زد، ايه المشكله؟ هو الدوري خلص؟ بعدت بخمسه بونت ولا بسبعه بونت ولا بثمانيه بونت وبقيت بره المنافسه؟ لا عادي، انا حتى لو خسرت بكره من زد ولا تعادلت مع زد، انا فرضا اني تعادلت مع زد، فرضا اتعادلت مع زد تساويك ب 35 بونت وركبت وبقيت اول دوري، واول الدوري اللي انا خدته ده فريق جوان، فانت في كل الاحوال انت عندك ابر هاند لحد دلوقتي، في كل الاحوال طريقك مش بايدك، بالعكس انت متقدم في طريقك اللي بايدك كمان، فالزمالك يقدر يكسب عادي بكره ان شاء الله زد، والزمالك باذن الله هيكسب، وانا متفائل ان الزمالك بكره باذن الله هيكسب على القناه هنا بكره، بما اننا لسه بننظم الدنيا، بكره على القناه، بكره قبل ماتش، في ماتش زد هنطلع لايف، في ماتش زد نطلع نتفرج عليه سوا، ونبقى نشوف الزمالك هيعمل ايه، ونشوف ماتش زد يمشي ازاي. صحيح كنت عايز اطلع النهارده لايف في ماتش مانشستر يونايتد بس ما لحقتش، لان انا النهارده كان في شويه حاجات كنت المفروض ان انا اخلصها الاول بعملها، عشان بنظم لشويه حاجات، فمعلش اديني اكسبشن شهر رمضان شويه ان ممكن حاجات تقع مني، لكن في حلقه نزلت دلوقتي، المفروض ان دي الحلقه بتاعت الزمالك نزلت على قناه الزمالك، والقناه الثانيه نزلت حلقه لمانشستر يونايتد لمكسب مانشستر يونايتد على ايفرتون، اتمنى ان انت تروح تتفرج عليها، واحنا موجودين على كل السوشيال ميديا، سواء تيك توك، سواء انستجرام، سواء فيسبوك، سواء جاك، وحتى موجودين هنا على يوتيوب بقناتين، فاتمنى ان انت تشترك في كل المنصات بتاعنا، وهتلاقيهم كلهم موجودين في الوصف بتاع القناه، ادخل واشترك فيهم وظبط الدنيا ويروق الكلام، ورمضان كريم علينا كلنا، وان شاء الله بكره الزمالك يكسب عادي خالص، ومحدش يقلق من اي حاجه، بسيطه خالص، انا مش قلقان خالص، ان شاء الله نقدر ان احنا نكسب، الزمالك قوي، الزمالك مش فريق صغير ولا هو فريق ضعيف، ركز مع دي، الزمالك ما هوش فريق صغير ولا هو فريق ضعيف، مهما حصل مهما اتقال مهما اي حاجه موجوده، الزمالك هيفضل اسمه الزمالك، اللي بيخوف اللي بيضايق اللي الفريق اللي بيعمل كل حاجه ممكن ان هي تبقى ضد اي حاجه موجوده في كره القدم المصريه، ونقدر ان احنا نكسب عادي خالص، وبنقدر ان احنا ناخد حاجات حتى ولو كانت ضد التانية. اتمنى في الاخر انك تخبط الاشتراك وتخبط اللايك، تفتكر ان كان معاك شفحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.